له: تعال ونم بجانبي ثم سنستيقظ معا. فذهب واستلقى في الفراش وكان مصدوما مما رأى، وقال في نفسه: عند طلوع الشمس سأتصل برايا وسأخبره بما حدث. وبينما هو مستلقي وضع السماعات وبدأ يستمع إلى التسجيل الذي سجله الهاتف، وهذا ما تم تسجيله. استمعوا. وهنا فهم آدم أن الأشياء لم تكن عادية وعليه المغادرة، ولكن لم يرد أن يخبر زوجته كي لا يخيفها. وعند وصول الساعة 7:30 أيقظ زوجته وقال لها: هيا لنذهب لنأكل الفطور خارجا. وعند وصولهم للمطبخ وجدوا الفطور على الطاولة، ووجدوا هناك رسالة مكتوب فيها: أنا أعتذر، ومن أجل طلب السماح أحضرت لكم هذا الفطور. وهنا آدم أخرج هاتفه مباشرة ليتصل برايان، وعند اتصاله وجد الرقم خارج الخدمة.